يحق لايران استهداف القواعد ايوه طبعا يحق الموجودة؟ ليها الدفاع عن النفس. هي تستخدم، هي ايران لغايه حتى الان بتستخدم لغه واضحه جدا على لسان وزير خارجيتها ان ايران بتقوم بعمليه دفاع عن النفس. دفاع عن النفس ايا كان بقى مصدر التهديد ده جاي منين. يعني انا السلام عليكم، حياكم الله من جديد. أنا أخوكم ناصر القرني. طبعا هذا كان مساعد وزير الخارجية المصري في يوم من الأيام، ويقول لك يحق لإيران أن تضرب القواعد، يعني يحق لإيران أن تضرب السعودية. يحاول يجملها بس ما تجي. كيف أنت تؤيد أنه يضرب السعودية والخليج بشكل عام؟ يعني كيف تجرأت وقلت من حقهم يضربون؟ كان لا ولا تقول احنا ممكن حقهم يحاربون، ولكن دول الخليج خط أحمر، دول الخليج أهلنا، دول الخليج، من الكلام الكذاب اللي احنا نسمعه العادة. طيب خلونا نسمعكم فيديو ثاني. مصر برضه مش دولة صغيرة، ولا احنا بنستجدي أحد. أمن مصر كمان الاقتصادي هو مسؤولية العالم ومسؤولية الشركاء الإقليميين. أنا حايش عنكم كتير. مصر حايشة عن أوروبا وعن شركائها الإقليميين كتير. نحن لا نستجدي أحد ولا بنطلب عطايا من أحد. ده فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا ليستطيعوا أن يحصلوها لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة. هي دي مصر يا سيادة الرئيس، هي دي مصر دولة رئيس الوزراء. هنا في هذا التوقيت محتاجين إجابات واضحة النهارده. أعتقد الفيديو واضح. هذا عضو مجلس الشعب اسمه ضياء الدين. شوفوا طريقة الخطابة وطريقة الصياح والصوت. طبعا هو شو يقول؟ يقول لك لا نستجدي أحد، يعني المفروض أنكم تدفعون غصبا عنكم. هو شحاذ بس ما يقدر يقول أنا شحاذ، فقال لا نستجدي أحد. مصر ومصر، ولولا مصر ما فعلت، ولولا مصر. طيب أوكي، لولا مصر كان ما دخلت أمريكا حرب، لولا مصر كان ما انضربت دول الخليج، لولا مصر كان ما وصل الجنيه الآن إلى 55، لولا مصر كان ما في الآن سفارة في مصر، لولا مصر كان الآن أنت تقدر تدخل سيناء وأي مدينة في مصر أنت براحتك. هذا كله كلام فاضي. أنتوا حيلكم مشكلتكم مع العرب، لكن في الجهة الثانية ما تقدرون تسوون شيء. خلونا أسمعكم فيديو عشان تعرفون هذا على أي صيغة يتكلم وبلسان مين قاعد يتكلم. ركزوا على الفيديو الجاي وبعد كذا نبدأ نكمل معكم. تفضل. احنا قلعة القومية العربية وقلعة الكفاح العربي والنضال العربي. احنا اللي اخذنا الفرصة، احنا اللي استطعنا ان نستقل، واحنا اللي عندنا الامكانيات. احنا اللي قمنا بثورة علشان نتخلص من امثال سعود، وعشان نتخلص من الاقطاع ومن الاستبداد. احنا اللي قمنا بثورة من اجل ان يكون مصيرنا بإيدنا. هل نسكت ونشوف الرجعية بتهزم الثورة في اليمن، وبعد هذا تنقلب الرجعية علينا وتقول لننقل المعركة ضد الاشتراكية وضد التقدمية وضد شعب مصر في القاهرة؟ أبدا، لا يمكن بأي حال من الأحوال. لا بد أن ندافع عن مبادئنا في قلب الجزيرة العربية ضد الرجعية وضد الاستعمار وضد الصهيونية. اللي كان بيقول السنة اللي فاتت إنه هينقل المعركة لقلب القاهرة لقاها جاية له من تحت في اليمن. تمام. اللي كان يتكلم قبل شيء اسمه ضياء الدين، عضو مجلس الشعب. طبعا هذا الرجل ناصري، نفس صيغة خطابة عبد الناصر اللي ضحك على المصريين فيها وضحك على الأمة العربية. أنا أسميها الأمة البائسة اللي هي الأطراف. القومية العربية والقومية العربية رجعت الدول 50 سنة ورا، الخليج تقدم 100 سنة هم راجعين ورا. احنا والله احترنا. يعني هذاك الأول يقول لك احنا من حق إيران تضرب قواعدها، يعني من حقها تضربنا احنا كخليجيين. هذا الآن يشحذ باسم مجلس الشعب، ورسالتي لمجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب، ترى هذا الرجل قاعد يشحذ من الخليج أمام الشعب. هذا المرشح من الشعب قاعد يشحذ باسم الشعب، أو أنتم تبغون تحطون يشحذ باسم الدولة، هذا شيء ثاني. يقول لك فرض أن ندفع فلوس، نفس عبد الناصر لما كان يبغى يسيطر على الأمة العربية، بس هذا بطريقة وذاك بطريقة. هذا لو كان بيده وما في خطوط حمراء كان قال الخليج المفروض تكون مصرية، والمفروض أن الخليج تكون تحت إدارة مصرية. نفس عبد الناصر، هو ناصري أصلا، الفكر ما يتغير. عبد الناصر اللي خلف مين؟ تدرون من خلف عبد الناصر؟ طبعا كثير منكم يعرف بس في ناس ما يعرفون، عشان كذا نجيب الفيديوهات هذه، خصوصا الجيل الجديد أو الجيل اللي ما له في السياسة. ترى عبد الناصر ورث لنا مجموعة رؤساء دول. خلونا أقول لكم هالرؤساء وش سووا في دولهم. طيب خلونا نبدأ مثلا من القذافي. معمر القذافي هذا وش في ليبيا كيف صارت؟
ياسر عرفات القضيه الفلسطينيه فشلت. علي عبد الله صالح دمر اليمن وسرق اليمن. صدام حسين شوف العراق والمشكله اللي الامه العربيه فيها من صدام حسين. من بعد البشير شوف السودان. كل رؤساء الدول هذول اللي ورثهم عبد الناصر دمروا الامه العربيه باسم القوميه العربيه. ليش؟ لانه كان يحارب النظام الملكي. حارب النظام الملكي في اليمن، ويحارب النظام الملكي في السعوديه، ويحارب النظام اللي هو شبه نظام ملكي اللي في الخليج، سواء كانوا شيوخ او امراء يطلق عليهم في الخليج. فهو كان يحارب النظام الملكي. هذا نفس الطريقه ترى ضياء الدين، بس انه ما عرف كيف يجيبها ولا يقدر يتكلم فيها، فقال لك المفروض انهم يوقفوا معنا. يا اخي انت قاعد تشحذ. ترى انا على فكره اكثر من فيديو تكلمت فيه، الشحذه اللي طالعه من مصر عيب، انتم قاعدين تسيئون لمصر، احنا ما نقبل اساءه لمصر. كل الاحترام والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما اقولها، انا ما احب اغلط في الرموز ولا اتكلم عن الرموز بشكل سلبي، لانه انا ما اقبل احد يتكلم على رموزنا. فحتى تربيتنا تمنعنا، تعليمنا يمنعنا. على طاري التعليم، تدرون السعوديه وين واصله؟ لا خلينا من السعوديه، خلينا نتكلم عن مصر. الان سووا احصائيه، اخر احصائيه 148 دوله سووا احصائيه في التعليم، طلعت مصر ماخذ الترتيب الاخير 148، اللي يقولون علمناكم ودرسناكم. ترى في يعني في كلام كثير، بس انا عاده احب اتكلم عن الفيديو اللي انزل. لا زال النفس الناصري موجود ضد الخليج، لا زال النفس الاخوانجي موجود وضد الخليج، لا زال النفس الصفوي اللي موجود في مصر وضد اهل الدين. ايوه احنا اهل الدين السلف الصالح. فانا بس حبيت اقول لكم انه يجب ان نكون حريصين، ولا يجيني واحد يقول لي والله انا متعاطف مع كذا ولا متعاطف مع الناصريين ولا مع الاخوانج. اي واحد تسمعوني يقول لك انا ناصري اخوانجي، الكلام هذا لا تثقوا فيه. عموما الكلام موجه لمين؟ موجه للسعوديين ودول مجلس التعاون بشكل عام والشرفاء من العرب. الفيديو هذا لكم، لازم يوصل. فضلا لا امرا متابعه وتعليق وقلب القلب الابيض احمر عشان يجيكم الجديد، والقادم بيكون صعب شوي، في فيديوهات جايه بس اقوى من هذه. في امان الله. شعب طويق، شعب الخليج والعرب، نشوفكم على خير.